أنتِ بتتكلمي كلام المجانين، ما تزعليش منّي، ما حدش بيقول لِك ضحّي بنفسِك، أنا مش جايبِك هنا عشان تضحّي بنفسِك، أنا جايبِك عشان تنتصري وتستمتعي بالحرية، مش كده؟ كل ده اتعمل وفي ناس محطوط عليها العين فعلا من الشرطة ومن العساكر بتوعهم، واحنا لمينا معلومات كبيرة جدا. كل الجيران جاهزة بهجت للعمل الأخير. بس كده، هو ده بقى المطلوب، والشعب يبدأ يشوف الخوف والرعب في عيون النظام وحركات النظام، وخوف ورعب النظام، هتلاقي بقى مشروع المجموعات دي أو الخلايا انتشر كالنار في الهشيم. هل في ناس هتنشق من الجيش مثلًا؟ وتقول لك إحنا معاك، كنا مستنيين اللحظة دي تيجي من الشرطة مثلًا، هل في ناس هينضموا ليكم؟ وإن إحنا نقول للناس النظام هتسلم البلد يوم كذا، طب هنعملها إزاي؟ هننزل الميادين يبقى مجانين مثلًا، لا واحد تاني يقول لِك لأ إحنا نطلع على بيوت السادة الضباط المؤثرين، إحنا لامين معلوماتهم بقى. السلام عليكم يا جماعة. وعليكم السلام ازيك يا ورحمة أستاذ الله محمد؟ وبركاته، أهلًا وسهلًا، حضرتك منور الدنيا وكل الضيوف. وجودِك يا فندم، أهلًا وسهلًا. رؤيتك للوضع الحالي، هل ممكن تحصل ثورة بالفعل؟ ده أكيد هتحصل ثورة، بس هي المشكلة هتحصل ثورة إمتى؟ هتحصل ثورة مع فوضى، هتحصل ثورة بعد الشعب يكون سَحَف وفقد وبقت مصيبة والثورة ستأتي بضغوط أكتر، والّا الشعب هيلِم نفسه بسرعة دلوقتي وينقذ ما يستطيع إنقاذه من الدولة المهترئة دي؟ الدنيا ضايعة والدنيا بايظة جدًا بطريقة لا مفيش تتخيليها أمل في الشعب يا بهجت. لأ الأمل موجود، ما هي المشكلة الأمل. الأمل في ربنا، بس والله أنا بقالي 3 سنين موجودة على البرنامج وبنناشد وبنوعي الناس البرامج ما وبكلم الناس في بتعملش الشارع. الثورات، البرامج ما وبكلم الناس في الشارع، الناس مستنية القائد الهمام اللي هي هيعمل لهم بقى الثورة. أحسنتِ، وعندهم حق، القائد ده اللي أنتِ متخيلاه مش فرد، القائد ده هيكون المجموعات أو الخلايا اللي بتنوب عن الناس وبتعلّم على أعضاء النظام القتلة الفجرة اللي بيخوّفوا الناس، فلمّا يبدأوا يعلّموا عليهم ويخوّفوهم، الناس بتتشجّع وتنضم ليهم، هكذا هي الثورات اللي بتحصل، كل التاريخ الإنساني لم تنجح ثورة إلا بهذا، حتى لمّا شِلنا مبارك في 25 2011 شِلناه بكده، كانت في خلايا، كان في حاجة اسمها إخوان مسلمين، كان في حاجة اسمها حركة كفاية، كان في حاجة اسمها حركة طب 6 ما هو أبريل، حبس كل النخبة يا بهجت، بس حبس كل كده، ما هو النخبة. عشان كده إحنا بنقول إيه، الشباب اللي موجودة بتضرب ستروكس ما إحنا والكلام الفاضي لا، ده، لا، ليه لا، بقى لأ، يعملوا لا، ثورة؟ لا، 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 لأ، مش هم دول اللي أنتِ بتدوّري عليهم، الشباب اللي بتضرب وبتوع المخدرات والعيال الشمال آآ، دول موجودين في كل زمان انت عارف ومكان، يا بهجت، لو بتحصل مشكلة في الشارع الشباب بتصور، مش ما بتحل إحنا حتى. قُلنا لِك، عارفين يعني ليه؟ يعني عارفة في حاجات كتير كانت لأن بتقوم ثورات. ركّزي معايا بس، لإن الناس مم. المحترمين بقى يخافوا أو بيستخسروا تضحيتهم أو مجهودهم في الشعب القذر ده، هو الناس ده في ناس بيقول لك أنا عاوزهم يعانوا، يعني في ناس محترمة يقول لك أنا عاوزهم يعانوا بما قدّمت يداهم بالإفساد والفساد وسكوتهم على الظالمين أو تشجيعهم للظالم، أنا عاوز الشعب ده يعاني، في ناس بتتكلم بهذا اللسان، وعلى ده النقيض في فعلا ده ناس حقيقي. لسه نقية ومحترمة وبنقول لها كوّنوا الخلايا بتاعتكم لو الشعب استشعر إن في حركة جاية وفي ناس بتطلع على الظالمين والأمنجية والمخبرين وضباط الفسدة، الناس اللي أنتِ شايفاها بتصوّر دي هتتغيّر 180 درجة، وهتبدأ الأمن هيبدأ يخاف منهم، لإنه الضابط بيبقى أو المخبر أو أمين الشرطة مش عارف الضربة بتيجي له من مين، فلمّا ييجي يظلم حد بيبقى خايف لحد ييجي يحُط عليه، فهيبدأ إيديه ترتعش ويبدأ خايف، أي شخص بيحاول يتصدّر للفساد في البلد لو اتقبض عليه، لو حد عذّبه أو عامله معاملة مش كويسة، الناس الخلايا اللي موجودة برّه دي هتدوّر عليه وتحُط عليه، فهييجي الضابط يقول لك لأ، أنا لو هاقبض عليه، هاقبض عليه وأعامله ميري، إزيك، اسمك إيه، اسمي كذا، عملت كذا، لأ ما عملتش، أوديه لوكيل النيابة، لو وكيل النيابة ظلمه عارف إنه هيتحط عليه،
لو القاضي ظلمه عارف انه هيتحط عليه، لو السجان ظلمه عارف انه هيتحط عليه. هنا يبدأ الشعب يسترد ثقته بنفسه تاني. طب الكلام ده ممكن يحصل في ظرف قد ايه؟ ممكن يحصل في ظرف ايام، اسابيع، شهور. استجابة الناس قد ايه؟ يعني انت لو صحيتي من النوم لقيت تفتكر النظام يا استاذ بهجت بيصرخ. لو انا ضحيت بنفسي هلاقي حد ورايا؟ يعني انا لو ضحيت بنفسي لا، ما حدش. وعملت ما هو انا، هنا ما حد. هي- اولا الشعب هنا ركزي هيقف. يا ست الناس. هنا انت بتتكلمي كلام المجانين، ما تزعليش مني. ما حدش بيقول لك ضحي بنفسك. انا مش جايبك هنا عشان تضحي بنفسك، انا جايبك عشان تنتصري وتستمتعي بالحريه. مش جايبك بقول لك قومي اقفي قدام العربيه، ما قومي هو اقفي قدام الشعب يا الضابط. استاذ بهجت، ركزي معايا بس. الشعب عايز حد اسمعي يا يضحي ست، بنفسه. يا ست الناس. معاك. انا سيبك من معاك الناس معاك. وسيبك من الشعب، خلينا فيكي انت. انت لا تتكلمي ولا تقفي قدام الامن ولا تتحدي حد. بتلمي معلومات عن الفسده، المخبرين، الامنجيه، الضباط، امناء الشرطه، القضاه الفسده، النيابات الفاسده، ضباط الجيش، الاعلاميين، السيساويه الفاسدين، المجالس، الاحزاب الفاسده. معلومات دقيقه جدا عنهم. لو عرفت تجيبي الوان الاندر وير ومقاساتهم، البوكسرات بتاعتهم هاتيها، نسوانهم، مقاسات السنتيانات بتاع نسوانهم هاتيها، املاكهم فين، قرايبهم فين، نسايبهم فين، عندهم بيوت تانية، عندهم اكتر من سكن، لو عنده عيل او اخ او اب مسافر بره موجود في اني دوله، في اني التربه اللي هيدفن فيها فين. ولم معلومات دقيقه منه قوي. بما انك واحده ست مش هنقدر نقول لك اعملي حاجه اكتر من لم المعلومات. لكن في شباب لو لموا معلومات ولقوا نفسهم بداوا يبقوا وحده قويه وبداوا يدربوا نفسهم وعاوزين يعملوا حاجه، بيبداوا بقى يختاروا واحد من الظالمين ويتاكدوا انه ظالم وفاسد وقاتل وبيقتل الناس على خلاف القانون والدستور، ويتعاملوا معاه. يبعتوه عند تحتمس ويخلصونا منه وينظفوا المجتمع منه. لو فعل الناس هكذا كما فعل السابقين، يعني ما في شعب في التاريخ الإنساني قام بثورة على ديكتاتور محلي ونظام فاسد إلا وفعل الخلية اللي أنا بكلمك عليها دي، أو ما في شعب قاوم محتل خارجي إلا وقام بتشكيل الخلية دي. ما في بيزنس أو محل أو فرح أو ميت أو حفلة أو عزومة إلا وتم تشكيل خلية لهذه العزومة عشان تنظم وتظبط. حضرتك عاملة فرح، محتاجة ناس تطبخ وناس يسرفزوا الأكل للناس، يقدموا للناس، وناس تروح تجيب الكراسي وتعمل الفراشة، وناس تعزم الناس وتوزع الدعوات. واحيانا الفرح لما يكون كبير قوي والناس جايين باطفالهم اتعيني جزء كده يراعي الاطفال برضه عشان ما فيش مصيبه تحصل. ولو انتوا مثلا ناس بتحبوا مخدرات وبيره وبيجيبوا ناس تعينوها للموضوع ده. ولو انتوا هتعملوا فرح كبير وما شاء الله الامكانيات بتجيبوا طباخين وناس بيبقوا مسؤولين الطباخين دول، وناس كمان بيروحوا مسؤولين شراء اللحمه او الاضحيات اللي هيجيبوها وينقوها. ولازم يكونوا بيعرفوا ينقوا حته العجل والخرفان والحاجه عشان اللحمه يبقى طعمها كويس. وهلم جرة. هكذا هو التنظيم اللي هي الخلايا. فانت يعني اي عزومه بتعمليها في رمضان لو عزمت اهلك شكلي خليه انت وجوزك وعيالك. هنعزم؟ لا مش هنعزم السنه دي. ليه؟ هنجيب من ايه؟ مفيش فلوس. لا يا اخويا، امك تقول علينا ايه؟ اخواتك البنات يقولوا علينا ايه؟ لا لا لا. طب بص يا اخويا، انا كنت هجيب مش عارف ايه، بلاش دي خلاص ونحطها في العزومه. خليه بتناقشوا النواحي الماديه. طب استنى بقى يا اخويا اما انا اقعد الف في السوق بقى انا كده، اجيب لي شويه خضار ما بيكلفوش كتير، اجيب لي شويه عضميتين حلوين كده مع كام حته لحمه او حته فرخه او مش عارف نعمل ايه. وبتحاولي تدبقي وتحبقي معاكي بنت شاطره بتاعت تعمل شويه محاشي تعمل خليه. هو ده فكره الخليه. فبنعمل الخليه في كل شؤون حياتنا. اتعمل يا لكن استاذ لما بهجت نيجي عند كل ده. الثوره ما بنحبش نعمل الخلايا ولا نقدم اي حاجه. هي دي كل مشكلتنا. ده اتعمل وفي ناس محطوط عليها العين فعلا من الشرطة،
ومن العساكر بتوعهم، واحنا لمينا معلومات كبيرة جدا. حلو. هنا بقى بنقول للناس، اه احنا بنقول للناس ابدأوا بقى. وعلى فكرة أنا اشتغلت كمان على نفسي وعلى جيراني وفي حاجات كتير كويسة، حلو بس قوي. الخطوة بقى الخطوة الجامدة الخطوة بقى وهي الأضحيات، اه لابد من أضحية، ايوه نبدأ نضحي. بنقول يا رب إيه، انت عملت خليتك، ما تقعديش، خليكي مستمرة في اللي انت فيه. لمي معلومات تاني وتالت ورابع وعاشر، لمي معلومات على مستوى أكبر في المنطقة، لمي معلومات على مستوى لازم الوطن. الفعل بقى يا أستاذ مهجد، الفعل نفسه الأخير الفعل بقى جاي، اللي ما ننقذ. تقلقيش. بصي، الفعل جاي. الناس أول ما بتستشعر، لأن هي، احنا قلنا عاوزين نعمل عزومة، لا، عايزين نعمل عزومة. امتى بتستشعري بقى وتاخدي الامور بجديه؟ لما تمسكي جوزك كده، انت خارج فين؟ ولا اقعد، هنعمل العزومه، رمضان قرب، فاضل عليه كام يوم ولا كام اسبوع، عاوز اعمل حسابي. ايه طب إيه؟ هيقول لك طب استنى لما ارجع، استني لما اجي، بكره بيجيب بعده، اعرفي ان مفيش عزومه. لكن خلاص قعدتوا، بتشوفوا امكانياتكم الماديه ايه، بتشوفوا ظروف اهاليكوا ايه. وهو جايز تعملي العزومه ومش لاقيه اهلك يجوا، ولا اهله محدش جاي، ناس مش فاضيه، مرتبطين بعزايم ده تانية كل مثلا. الجيران ما شاء الله، كل الجيران جاهزة يا بهجت للعمل الأخير. بس كده، هو ده بقى والله المطلوب. العمل جاهزين الاخير بداية. ده اللي هو مش مم. الاخير ده، في عمل ان احنا بنبدا نحط على الاضحيات. لازم الاضحيات والنظام يبدا يشتكي، والشعب يبدا يشوف الخوف والرعب في عيون النظام وحركات النظام، وخوف ورعب النظام. هتلاقي بقى مشروع المجموعات دي او الخلايا انتشر كالنار في الهشيم. هنا بنقعد بقى ونشوف، هل التجمهر وان احنا نقول للناس النظام هتسلم البلد يوم كذا، طب هنعملها ازاي؟ هننزل الميادين؟ يبقى مجانين مثلا. لا، واحد تاني يقول لك لا، احنا نطلع على بيوت الساده الضباط المؤثرين، احنا لمين معلوماتهم بقى، عارفين هنجيبه منين، عارفين بيت اخوه، بيت ابوه، بيت خالته، بيت عمته، وعنده المزرعه واثنين وثلاثه، وشاري شقه في الحته الفلانيه، هنجيبه. او نجيب عيال وهلم جر. طب ما عرفناش نجيب الكبار دول، هيروح ياخدهم هو ويخبيهم في مكان. هنجيب الضباط الصغيرين، نجيب المعرصين اللي حواليه. هو الكبير مين اللي بيدافع عنه غير الصغير؟ طب روح شوف مين هيدافع عنه. الصغير اللي بيشغل بس الكبير. كده. انا بدي مثل يعني، يا بدل انا ما اروح اقعد في ميدان التحرير ويطلع هو طيارات هليكوبتر بالرصاص ويحصدنا، ومحدش هنا هيقول له انت بتعمل ايه، لان هو عارف ان سقوط نظامه معناه ان رقبته هتطير هو وذريته واللي معاه. فهو بيقاتلوا قتال المعادله الصفريه زينا كده. طب واحد تاني يقول لك لا لا، احنا عندنا فكر تاني انقح، هنروح مش عارف فين. طبعا واحد ما يقدرش يتكلم على الافكار كلها، لكن بشوف امكانياتي ايه، استجابه الناس هتكون ليا ايه، انتشار الخلايا ده قصته ايه، الامكانيات الماديه بتاعتي، التسليح بتاعي اللي موجود. هل في ناس هتنشق من الجيش مثلا وتقول لك احنا معاكم، كنا مستنيين اللحظه دي، انتوا كنتوا في من الشرطه مثلا، هل في ناس هينضموا ليكوا، هل في ناس هتتعاون، هل في مليون حاجه نبدا نفكر فيها بعدين. بس لابد من تكوين المجموعات او الخلايا، ونبدا نعلم على الطواغيت. والله يا أستاذ بهجت احنا شغالين وإن شاء الله بإذن الله خير، ونتمنى إن باقي الشعب يفوق وي... ان شاء الله رب العالمين. ما ينقذ يعني ينقذ البلد، يعني الباقي منها، الباقي هيحصل ان منها. شاء الله. لأن هيحصل. فعلا خلاص الواحد جاب آخره، والواحد ماشي يكلم نفسه في الشارع من الشعب اللي نايم على نفسه ده. والشرطة مبرطعة اليومين دول، أنا مش عارفة واخدين الجراءة دي منين. ما بيشوطوا هو، أي حد، يحبسوا أي ما احنا حد، قلنا كل لك، نص الشباب في البلد لو بتتحبس. الشرطه لقوا في بيلوشوا اليومين دول ماشي، بطريقة ما غبية. هيلوشوا يا ست الناس عشان ما حدش بيحاسبهم، ما هيلوش. لكن لو لقوا اختفاء ضابط، اختفاء امين شرطه، اختفاء مخبرين، اختفاء وكيل نيابه، اختفاء قاضي، هيلوش ليه؟ ما عاوز يروح بيته سالم، لان هو مش صاحب قضيه. الضابط مش صاحب قضيه، هو صاحب مرتب وسلطه.
لو السلطة بيستخدمها غلط ولقى اللي بيحاسبه على استخدامه الخاطئ للسلطة، هيقول لك ملعون أبوها سلطة، ده أنا رقبتي هتروح فيها، أنا أعمل بيها إيه يا عم؟ يعني حضرتك مثلًا لو هتطلعي تفتري على واحدة ست أو على راجل مثلًا، وحسيتِ إن في حد هيغُزِّك، هافتري ليه؟ لأ أنا في حالي وأنت في حالك. إحنا بنقول صح. لابد من رادع، هو هي بقى النجاح الخلايا بيصب. والمجموعات دي اللي ستحقق الرادع بإذن الله. ده فعلا. شكرا لك يا أستاذ الشكر لله يا بهجت، غالي. وأتمنى لك التوفيق آمين يا رب. وكل تحياتي إخواتنا إن ليك. شاء الله بإذن الله. الله السلام يبارك. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.